السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا منيو النهاردة أسبوع جديد. أول يوم معايا كان صدق اسكندراني، عملته بطريقة سهلة جدا. وهنعمل كمان معاه بنات بطاطس محمرة وشوية سلطة أو شوية مخلل زي ما انتي حابة. عايزة تعملي جنبها مكرونة براحتك، عايزة تعمليها في صينية في الفرن برضو براحتك. احنا بناخد بس أفكار وانتوا بتطبقوا على حسب ظروفكم انتوا. تمام. ساعات بقطعه وساعات بعمله كده على بعضه، أكلة سريعة وسهلة ونعملها أيام الامتحانات تنجز معانا. ده كان اول يوم. تاني يوم معانا بنات كان عندي فرخة حوالي 2 كيلو يعني 300 جرام كده. قسمتها كده، طلعت الوراك والاجنحة، عملتها في اكل فطور لي. تورلي خضار بقى مشكل بقى، بطاطس وبسلة وجزر وكوسة وكده مع الصينية دي يا بنات. واللي هيتبقى من الصينية ممكن اعمله تاني يوم يعني. تمام. خدت الصدر بقى خليته خالص وحطيته في الفريزر ينفع معايا في يوم تاني. والهياكل بتاعت الصدر جمعت كده على كذا مرة من الفراخ وعملتها شوربة، وعملت منها لسان عصفور وشوية فتة وشوية رز بالشعرية. وطبعا شايلة شوية شوربة لتالت يوم معايا. تالت يوم يا بنات عملت ايه؟ عملت طبق ملوخية كده صغنن. ودي الهياكل عملتها سبتها مسلوقة كده اهي. الرقابي والحاجات اللي هي ايه مكان خلي الصدر انا بسيب فيها قطع، انا ببقى قاصده يعني ان انا اسيب فيها قطع بحيث انها تنفع افصصها لحد من الولاد. تمام. وكمان دي كانت كام قطعة لحمة كده. كانت معمولة بالصلصة وبالبصل وبالفلفل، يعني تنفع جنب الأكل. وده طبق ابني بقى عاملهوله يعني ايه، رز على ملوخية. طبعا معشوق الجماهير الرز على الملوخية يا بنات. تمام. ده كان تالت يوم معايا. نخش بقى على رابع يوم. عملنا ايه؟ عملنا بقى شوية فول بطماطم وصينية بطاطس تومية، انا عملتها معاكم قبل كده كتير. وكمان عملنا بطاطس مهروسة بالدقة وشوية فلفل مقلي كده. عايزة تزودي حاجة تحطي حاجة، تاخدي حاجة جنب حاجة براحتك. وكمان كان عندي عيش فلاحي حطيت بيه جنب الأكل. تمام. زي ما قلتلك احنا بندي بعض افكار مش اكتر. عايزه تحطي حاجه مع حاجه براحتك. تمام. ده كان يا بنات رابع يوم معايا اكله يعني من البيت، يعني انا ما خرجتش جبت حاجه من بره خالص. البطاطس موجوده والخضره وكل حاجه. خامس يوم يا بنات دي كانت كبده وكلاوي. ان شاء الله قريب جدا انزل لكم طريقتها يعني. دي كبده وكلاوي بالفلفل، يعني عملتها على الطريقه الاسكندراني، وبطاطس محمره وشويه سلطه وشويه مخلل. ممكن نعملها سندوتشات. وممكن كمان يا بنات نعمل معاها مكرونة، بس احنا بنحبها بالعيش اكتر، يعني بنفضل الكبدة بالعيش اكتر. تمام. سادس يوم معايا كان صينية سردين كده سريعة. تمام. اليومين دول السردين سعره حلو قوي. عملت صينية سردين بالطماطم وبالفلفل، حطيت كده عليها ليمون. وده كان بتنجان مشوي او بابا غنوج، وعملت معاها طبق سلطة. ممكن تحطي بقى، في ناس ممكن تاكل معاها رز، في ناس ممكن تاكل معاها عيش، طحينة، تحطي تحتها بطاطس زي ما انتوا حابين. احنا بنحب بس نغير في طبيعة الاكل. اخر يوم معايا بنات عملت الرز المبهر بالرز المصري. يعني ده مش رز بسمتي، لا ده رز مصري بالرز المبهر. بيعمل معايا كمية حلوة وطريقته سهلة، وهتلاقوها على القناة. اكتبي الرز المبهر بالرز المصري مملكة أروى وان شاء الله تلاقيه. دي بقى صدر الفرخة اللي احنا واخدينها من الفرخة اللي احنا عملناها تورلي يا بنات. تمام. ده بانيه مشوي عملته بطريقة سهلة وسريعة برضو. دي من الأكلات السهلة والسريعة معانا. إن شاء الله أنزل لكم الفيديو بتاعها قريب جدا جدا جدا. أتمنى المنيو النهاردة يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.